السلام عليكم. ازيكم يا جماعه؟ في الفيديو ده هنتكلم عن 5 موبايلات وكل واحد فيهم بيقدم تجربه مختلفه. هشرح لك بشكل مختصر وواضح ايه مميزات كل موبايل وايه عيوبه وادائه في الاستخدام اليومي وكل الحاجات اللي تهمك قبل ما تشتري التليفون. فعايزك تركز معايا عشان في اخر الفيديو هنوصل ايه انسب اختيار بالنسبه لك. وهنبدا باول تليفون وهو السامسونج A56. التليفون ده بيجي بشاشه من نوع سوبر اموليد بحجم 6.7 انش بجوده فول اتش دي بلس، واللي بتكون بمعدل كثافه بكسلات 385 بكسل لكل انش. ده غير طبعا انها بتكون 120 هرتز وعليها طبقه حمايه من نوع كورنينج جوريلا جلاس فيكتس بلس مع دعم لتقنيه الاولويز ان ديسبلاي، وسطوع عالي بيوصل لحد 1900 نتس في البيك برايتنس، لكن في السطوع الفعلي او العادي بيكون 1200 نتس. التليفون ده بيجي بمعالج من نوع اكزينوس 1580 بتكنولوجيا 4 نانومتر مع معالج رسومي من نوع اكس كليبس 540. التليفون ده بيجي ب3 كاميرات خلفيه، الاولى بدقه 50 ميجا بكسل بفتحه عدسه f1.8 ومستشعر من سوني IMX 906، وهي الكاميرا الاساسيه مع دعم المثبت البصري OIS. اما عن الكاميرا الثانيه فبتيجي بدقه 12 ميجا بكسل بفتحه عدسه f2.2، والكاميرا دي اللي مسؤوله عن التصوير الالترا وايد. اما عن الكاميرا الثالثه فهي بتيجي بدقه 5 ميجا بكسل بفتحه عدسه f2.4 وهي الخاصه بالتصوير الماكرو. التليفون ده بيصور فيديوهات 4K HDR بمعدل 30 فريم في الثانيه، كمان بيدعم التصوير الفول اتش دي بلس بمعدل 60 فريم في الثانيه. بطاريه التليفون ده بتكون 5000 ملي امبير، كمان بتدعم الشحن السريع بقوه 45 واط. بالنسبه للصوت، الصوت بيكون مونو، ودي تجربه صوت ممتازه جدا بالنسبه لسعر. التليفون هنا بيجي باطار من معدن الالومنيوم، كمان بيجي مقاوم للميه والغبار بتقييم IP67، وده بيسمح له ان هو ينزل 1.5 متر تحت الميه لمده 30 دقيقه. السوفت وير بيجي باندرويد 14 بواجهه One UI 6، تجربه مستقره ومن افضل الواجهات من ناحيه التحديثات والدعم. التليفون ده يعتبر مناسب لمين؟ لو عايز شاشه ممتازه وسوفت وير مستقر وتحديثات مضمونه ومش فارق معاك اداء الالعاب القوي جدا للدرجه. تاني تليفون معانا وهو الاوبو رينو 13 برو. طبعا اول حاجه بنتكلم عنها وهي الشاشه هنا من نوع اموليد على عكس الاي 56 اللي بيكون سوبر اموليد بمساحه 6.8 انش بدقه 1.5 بجودة 2800 في 1272 بكسل لكل انش، واللي بيكون بمعدل كثافة بكسلات 450 بكسل. كمان الشاشة بتكون بمعدل تحديث متغير 120 هرتز مع دعم ال HDR 10 بلس مع طبقة حماية من كورنينج جوريلا جلاس 7 اي، وسطوع بيوصل لحد 1200 شمعة. التليفون ده بيجي بمعالج من شركة ميديا تك من نوع ديمنستي 8350 بتكنولوجيا ال4 نانو مع معالج رسومي من نوع مالي G615 MC6، وهو نفس اللي موجود في التليفون الصغير او الاخ الصغير وهو الاوبو رينو 13. الكاميرا الخلفيه بتكون ثلاثيه، الاساسيه بدقه 50 ميجا بكسل فتحه عدسه f1.8 وبتدعم المثبت البصري OIS. الكاميرا الثانيه واللي بتكون بدقه 50 ميجا بكسل فتحه عدسه f2.8 مع دعم المثبت البصري OIS، وهي معموله للبورتري 3.5 اكس، والزوم بيوصل معاك لحد 120 اكس. والكاميرا الثالثه بتكون بدقه 8 ميجا بكسل فتحه عدسه f2.2 وهي خاصه بالالترا وايد. التليفون بيصور لك فيديوهات كويسه ومحترمه جدا بجوده 4K بمعدل 30 و60 فريم في الثانيه، كمان بيدعم تصوير الفول اتش دي بلس بمعدل 30 او 60 او 120 فريم. بطاريه التليفون ده ممتازه وقويه جدا لانها اولا بتيجي ب 5800 ملي امبير وبتدعم الشحن السريع لحد كام بقى 80 واط، وده رقم ممتاز جدا جدا. خامات التليفون ممتازه جدا، فهي بتيجي من الازاز مع اطار من المعدن، ملمسها ناعم وشيك ويشد العين. كمان التليفون بيجي مقاوم للميه والغبار بتقييم IP69، واللي بيسمح لك انك تنزل لحد 1.5 متر تحت الميه لمده 30 دقيقه. تصميم التليفون عصري مع ظهر زجاجي وخامته ممتازه جدا. التليفون ده يعتبر مناسب لو عايز اداء العاب قوي، شاشه كبيره وجميله، وكاميرات متوازنه مع بطاريه فوق الممتازه. ثالث تليفون معانا هو الفيفو V50. اولا الشاشه هنا هو بتيجي بكيرف بسيط من كل الاطراف وبتكون من نوع اموليد بمساحه 6.77 انش بدقه 2392 في 1080 بكسل لكل انش، واللي بتكون بمعدل كثافه بكسلات 388 بكسل لكل انش مع دعم تحديث متغير 120 هرتز، وكمان بتدعم ال HDR 10 بلس مع طبقه حمايه من نوع دايموند تشيلد جلاس، والسطوع بيوصل لحد 4500 شمعه، وده رقم خزعبلي حرفيا. التليفون ده بيجي بمعالج سناب دراجون 7 جين 3 بتكنولوجيا 4 نانو مع معالج رسومي من نوع ادريانو 720، وهو نفس المعالج الموجود في الاصدار اللي قبل ده وهو الفيفو V40. الكاميرا الخلفيه مزدوجه بالتعاون مع زيس
الاولى بدقه 50 ميجا بكسل فتحه عدسه f1.8 وهي الكاميرا الاساسيه، كمان بتدعم المثبت البصري OIS. اما الكاميرا الثانيه بتيجي بدقه 50 ميجا بكسل فتحه عدسه f2.0 وهي الكاميرا الخاصه بالتصوير الواسع بالاضافه لفلاش ليد على شكل حلقه دائريه كده، واللي بتدي اضاءه مع التصوير وتقدر تحدد لون الاضاءه على حسب المشهد اللي انت بتصور. التليفون بيصور معاك فيديوهات بجوده ال 4K بدقه 2160 بكسل، كمان بيدعم معاك التصوير بجوده الفول اتش دي بدقه 1080 بكسل بمعدل 30 فريم في الثانيه برضه. اما بقى بالنسبه للكاميرا الاماميه فهي بتيجي بدقه 50 ميجا بكسل فتحه عدسه f2.0، صورها كويسه لحد كبير وبتطلع صور ممتازه بصراحه محدش يقدر يختلف عليها. بطاريه التليفون ده بتيجي بسعه 6000 ملي امبير مع دعم الشحن السريع بقوه 90 واط. كمان التليفون بيدعم معاك هنا هو الشحن العكسي، ودي سعه بطاريه ممتازه هتكمل معاك اليوم وزياده كمان، وهتشحنه في وقت يعتبر قليل جدا جدا. التليفون بيجي بخامات تصنيع من الازاز او اللي هو اللون الازرق او البلاستيك اللون الرمادي مع اطار من البلاستيك نفسه. كمان بيجي مقابل للميه والغبار بتقييم IP68. سوفت وير هنا بيكون فان تاتش OS 12 على اندرويد 12، بس هتلاقي فيه تطبيقات كتيره متسطبه عليه فانت هتحتاج شويه تعديلات او تنظيف يعني بمعنى تاني. التليفون ده يعتبر مناسب لو انت مهتم بالفيديو والتصوير مع تثبيت ممتاز ومش هتلعب العاب كتيره للدرجه. التليفون اللي بعد كده وهو الريلمي 14 برو بلس. تليفونات زي دي لازم يكون من وسطهم الوحش ده. اولا التليفون ده بيجي بمعالج سناب دراجون 7 اس جين 3 بتكنولوجيا ال 4 نانو. اما عن المعالج الرسومي فبيكون من نوع ادريانو 810 وهو نفس المعالج اللي موجود في تليفون الريدمي نوت 14 برو بلس ال 5G. اداء التليفون ده هو قوي جدا وسلس جدا في كل الاستخدامات والالعاب اليوميه والالعاب التقيله. التليفون ده بيجي بثلاث كاميرات، الاولى بدقه 50 ميجا بكسل فتحه عدسه f1.8 وكمان بتدعم المثبت البصري OIS. كمان بتيجي بمستشعر من نوع سوني IMX 896 وهي الكاميرا الاساسيه. اما عن الكاميرا الثانيه بتيجي بدقه 50 ميجا بكسل فتحه عدسه f2.7 ومستشعر من نوع سوني IMX 882 وهي الكاميرا الخاصه بالاوبتيكال زوم 3x وبيوصل معاك ديجيتال زوم لحد 120x. اما عن الكاميرا الثالثه فبتيجي بدقه 8 ميجا بكسل فتحه عدسه f2.2 وهي الكاميرا الخاصه بالالترا وايد مع فلاش ثلاثي من نوع ليد. فلاش بيخليك تتحكم في درجه اللون وشده الاضاءه اثناء التصوير. التليفون ده كمان بيدعم معاك تصوير فيديوهات بدقه ال 4K بمعدل 30 فريم في الثانيه. كمان بيدعم معاك الفول اتش دي بمعدل 30 او 60 او حتى 120 فريم في الثانيه. بطاريه التليفون ده بتكون بسعه 6000 ملي امبير مع شحن سريع بقوه 80 واط هيشحن لك التليفون في زمن قياسي حرفيا. التليفون ده جاي بخامات من البلاستيك في اللون الابيض وشمواه في اللون الاسود مع فريم من البلاستيك، وبصراحه بيقدم اداء قوي جدا ومتانه في الخامات. التليفون كمان بيجي مقاوم للميه والغبار بتقييم IP69. اما بالنسبه للكاميرا الاماميه فهي بدقه 32 ميجا بكسل بفتحه عدسه f2.0. التليفون ده يعتبر مناسب لمين؟ لو عايز اداء قوي جدا في الالعاب، شاشه كبيره وجميله وكاميرات متوازنه مع بطاريه ممتازه. وبس انا حاولت اقول لك كل التليفونات في الفئه المتوسطه او بعضهم مش كلهم اكيد طبعا يعني، بس حاولت اجيب لك افضل الحاجات اللي انت ممكن تشتريها او مش تشتريها. انت الاول بتشوف التليفون في الفيديو ده وتحاول تعرف ايه التليفونات اللي موجوده بالظبط. بعد كده بعد ما تلاقي تليفون عجبك او دخل دماغك، تصميمه كويس، كاميراته كويسه، شاشته كويسه، تبدا تروح تشوف ريفيو كامل عن التليفون، لانك طبعا ما ينفعش الفيديو القصير ده او وصف التليفون القصير ده انت على طول تقرر تروح تشتريه، لان ده غلط. لازم تشوف كل ميزه في التليفون وكل عيب، مقاومته للميه، تشوف له الاختبارات اللي هي بيدغدغوا فيها التليفون حرفيا عشان تعرف مدى مقاومته او صلابه التليفون. لان انت ممكن تكون شخص بيشتغل في شغل ممكن غصب عنك التليفون يكون بيقع كتير مثلا، او التليفون بيحتاج تشحنه في وقت قصير جدا، او مثلا التليفون محتاج تصوير عالي فكده تضطر تروح للايفون او حاجات تاني كتير. وبس ده كان فيديو النهارده، اتمنى ان هو يكون عجبك. متنساش لو عجبك الفيديو لايك وسبسكرايب، اكتب لي كومنت عن اي تليفون انت محتاجه هرد عليك على طول طبعا، وسلام.